طيب يا حمزة، أنا هثبت إني بريئة من التهمة دي، وعندي الدليل كمان. أنا هوصل البيت كمان شوية، ساعة واحدة بس وهتعرف الحقيقة. وبعد ساعة وصلت هالة البيت، وحمزة كان قاعد حزين جدا وخايف إن هالة تطلع فعلا سرقت الدهب. لكن هالة كسرت كل التوقعات وخيبت ظن حماتها وقالت: تفتكروا إيه اللي وصل حمزة إنه يشك في مراته بالطريقة دي؟ ويا ترى هالة عملت إيه عشان تثبت براءتها وتكسر كل التوقعات؟ تعالوا نشوف القصة بدأت منين. خدي حتة اللحمة دي يا قلبي، انتي مكلتيش أي حاجة من الصبح. أنا خايف عليكي أوي بعد ليلة امبارح والتعب اللي جالك فجأة في معدتك. خدي بالك من نفسك يا هالة أكتر من كده. ما تقلقش يا حمزة، أنا بقيت كويسة. دول شوية برد وخلاص أخدت مضاد حيوي وهبقى زي الفل. والفرخة كده كده محدش هياكلها غيري، اطمن. ردت سعاد بغضب وقالت: حيلك حيلك، هي نغة يعني ومش عارفة تاكل؟ تلاقيها بتتدلع عشان تهتم بيها. طول عمرك طيب وغلبان وبتصدق أي حاجة بسرعة. أبدا والله يا ماما سعاد، أنا فعلا تعبانة وطول الليل ما نمتش من الوجع. ربنا يعلم أنا عمري ما خبيت حاجة على حمزة. خلاص بقى يا جماعة، وحتى يا ماما لو بتتدلع أنا راضي يا ستي. حد يبقى عنده القمر ده كله ما يتدلعش عليه؟ سعاد بصت لابنها بغيظ. كان نفسها تقوم وتسيب الأكل، لكن خافت على شكلها قدام مرات ابنها، وخافت تفتكر إنها انتصرت عليها وخدت ابنها منها. وفاتت الأيام، وسعاد كانت قاعدة بتفصل فستان جديد لأختها شوقية، وفجأة رن جرس الباب وشوقية قالت: ازيك يا سعاد، عاملة ايه يا أختي؟ وحشتيني أوي. ها، خلصتي الفستان ولا لسه؟ لحسن الفرح خلاص بعد يومين، وعاوزة أخلص بقى من الموضوع ده. ردت سعاد بتوتر وقالت: والنبي يا شوقية أنا وش منك في الأرض. لسه مطلعة القماش من الكيس دلوقتي، ويا دوب بدأت في الكمام، يعني قدامي مش أقل من أسبوع. يا دي الحوسة. طب وبعدين يا سعاد هنعمل ايه؟ ده الفرح خلاص بعد بكرة، وده فرح ابني يوديك اروح بفستان قديم؟ طب بقولك ايه يا شوقية، البت هالة مرات ابني لسه شارية فستان جديد لأمها وشايلاه في الدولاب. هتديهولها هدية في عيد الأم، ولسه فاضل أسبوعين على عيد الأم. أنا هطلع أفتح الشقة وآخد الفستان من الدولاب، ولما أخلص تفصيل الفستان بتاعك أديهولها مكانه. وتقريبا أمها في نفس حجمك كده، والفستان هيجي مقاسك. وفعلا طلعت سعاد شقة هالة، واستغلت إنها برا البيت وكل واحد في شغله، وفتحت الدولاب وأخدت الفستان واديته لأختها. وبالليل رجعت هالة كعادتها من الشغل، وطلعت شقتها عشان ترتاح. ولما دخلت أوضة نومها حست بشيء غريب، وكأن حد دخل أوضتها ودور في حاجتها وهي مش موجودة. ولما وصل حمزة بعدها بساعة، هالة حضرت الأكل وهم قاعدين بيتعشوا. هالة قالت بقلق: على فكرة يا حمزة، أنا حاسة إن في حد غريب دخل أوضة نومنا وفتش فيها، لأن الأوضة مكركبة جدا وفي حاجات مش في أماكنها. لا ما تخافيش يا حبيبتي، دي ماما طلعت أخدت الفستان الجديد اللي كنت شارياه هدية في عيد الأم. أصل خالتي عندها فرح وقلنا ناخده ونديكي مكانه واحد تاني، لأن خالتي ومامتك تقريبا نفس الحجم. ردت هالة بذهول وقالت: انت بتقول ايه يا حمزة؟ انت واعي للكلام اللي انت بتقوله؟ وازاي طنط تطلع شقتي وتدخل أوضة نومي في غيابي من غير ما نعرف، وتاخد فستان انا جايباه هدية لماما على ذوقي وعارفة هي بتحب ايه وبترتاح في ايه، وتديني فستان تاني معرفش ذوق مين ويناسبني ولا لأ؟ رد حمزة بحزن وقال: معلش يا هالة بقى عشان خاطري، انا هنزل معاكي نجيب واحد تاني ومن اغلى واشيك المحلات، بس بلاش نزعل ماما ونعمل مشاكل، خليك انت العقل. طيب يا حمزة، عشان خاطرك بس المرة دي، لكن يا ريت بقى تاخد مفتاح شقتنا منها، لاني مش هسمح لحد يدخل شقتي في غيابي مرة تانية. وتاني يوم نزل حمزة عند والدته يشرب معاها القهوة، وسعاد قالت: لسه الست هانم مقموصة عشان أخدنا فستان عيد الأم بتاعها؟ أنا معرفش مراتك دي بخيلة كده ليه. إيه يعني حتة فستان أخدناه؟ أما كله من خيرك وإنت أصلا اللي كنت شاريه. رد حمزة بغضب وقال: يعني دخلتي أوضة نومها في غيابها يا ماما، وكمان انت اللي زعلانة؟ هلا مش بخيلة ولا مقموصة، هلا عندها حق. مفيش واحدة تقبل كده يا ماما. وبعد إذنك بقى يا ماما هاتي مفتاح الشقة بتاعنا، ولو سمحتي ما تطلعيش فوق عندنا تاني واحنا مش موجودين، عشان ما يحصلش مشاكل تانية. كده برضو يا حمزة؟ خلاص مراتك قلبتك عليا. ما كانش العشم يا ابني تمنعني من دخول شقتك عشان حتة فستان،
وتسمع كلام مراتك. أما هالة نزلت الشغل كعادتها، ولما وصلت المكتب كان باين عليها الحزن والخوف، وده خلى زميلتها فدوى تسألها باهتمام: مالك يا هالة، في ايه؟ شكلك مش طبيعي خالص، زي ما يكون ما نمتيش طول الليل. انت حصل حاجة بينك وبين حمزة؟ فضفضي يا بنتي. ابدا يا فدوى، حماتي منكدة عليا عيشتي. تخيلي يا فدوى انها طلعت شقتي وخدت فستان من دولابي من غير ما تقولي، وحمزة مش عاوز يزعلها عشان الموضوع ما يكبرش ويزيد عن حده. بقولك ايه يا هالة، انت لازم تاخدي حذرك من الست دي، لازم تأمني نفسك، لأنك ما تضمنيش المرة الجاية ممكن تعمل ايه. دي شكلها كده عاوزة تخرب عليكي. معقولة ممكن تعمل حاجة أكتر من كده؟ بس حمزة أخد منها المفتاح وبلغها إننا مش عاوزين حد يطلع شقتنا في غيابنا، وأكيد هي فهمت ده. انتي طيبة أوي يا هالة. يا حبيبتي لازم تأمني نفسك كويس. في كاميرا صغيرة جدا بتتحط في ركن في الأوضة، وبتشتغل عن طريق أبليكيشن على الموبايل، وممكن تفتحيه في أي وقت وتعرفي مين دخل أوضة نومك في غيابك، وتفصليها لما تحبي. عندك حق يا فدوى، أنا فعلا لازم أعمل كده. أنا مضمنش الست دي ممكن تعمل إيه في غيابي، خاصة إنها اتجرأت فعلا ووصلت لحد دولابي. أما سعاد كانت قاعدة في البيت بتتكلم بحقد وغضب مع أختها شوقية، وبتحكي لها على تفاصيل حياة حمزة وهالة. وشوقية قالت: إزاي حمزة يعمل كده وياخد منك مفتاح الشقة؟ فيها إيه يعني لما تطلعي بيت ابنك في غيابه؟ ده انت أمه. إزاي حمزة يعمل كده ويسمع كلام مراته؟ خلاص يا شوقية، البت قومته عليا، وكل مرة يقف في صفها ضدي، زي ما يكون يا اختي عاملة له عمل. بقولك ايه، ما تيجي نروح لشيخ كده ونشوف البت دي عاملة ايه بالظبط، لحسن الموضوع كده دخل في الجد، وشكلها بتشتغل في الأزرق من زمان، واحنا نايمين على ودان. وفعلا شوقية خدت سعاد لواحد دجال، وبيقولوا عليه شيخ. ولما وصلوا لبيته الدجال قال: مرات ابنك عاملة له سحر من 5 سنين، سحر العاشق، عشان يحبها ويتعلق بيها ويكره أمه ويعاملها وحش. الحق ابنك قبل فوات الأوان. أيوة يا سيدنا الشيخ، صح كلامك صح، يكره أمه وينصر مراته عليها. وبعدين إيه العمل يا سيدنا الشيخ؟ محتاج 10 آلاف جنيه، وحاجة من قطرها، يعني خصلة من شعرها أو قميص نوم عرقت فيه، والعمل يشتغل وابنك يرجع لحضنك ويرميها ويطلقها. وفعلا طلعت سعاد شقة حمزة مرة تانية، بعد ما طلعت نسخة على المفتاح القديم قبل ما تديه لحمزة ابنها، وأخدت المرة دي قلم روج من على التسريحة، ونزلت بسرعة ومن غير ما تسيب أي أثر. ولما رجعت هالة من الشغل دخلت أوضتها تمسح الميك اب عشان تقوم تحضر العشاء، لكن لفت انتباهها إن صباع الروج الجديد مش موجود على التسريحة، رغم إنها متأكدة إنها سابته في المكان ده. وده خلاها تتصل بصاحبتها فدوى في التليفون وتقول لها: كان عندك حق يا فدوى في كل اللي قلتيه، فعلا في حد دخل أوضة نومي تاني، والمرة دي أخد صباع الروج من على التسريحة، وأكيد طبعا حماتي اللي عملت كده، بس معرفش دخلت ازاي. يا بنتي أكيد حماتك طلعت نسخة على المفتاح قبل ما تديه لحمزة عشان تعرف تدخل براحتها. ويا عالم عملت ايه بصباع الروج ده. ربنا يستر عليكي يا هالة، لازم تركبي الكاميرا في أسرع وقت ممكن. وفعلا نزلت هالة هي وفدوى واشتروا الكاميرا من مكان مشهور جدا، وحملوا البرنامج على موبايل هالة. وبعدها قدرت هالة تشوف كل اللي بيحصل في الشقة وهي مش موجودة. وبعدها بأسبوع حمزة عمل حفلة كبيرة أوي، وعزم أمه وخالته ومامة هالة احتفالا بعيد ميلادها، وجاب لها هدية غالية جدا وحلويات وزينة. وسعاد وشوقية كانوا هيطقوا من الغيظ ومش مصدقين اللي بيحصل. وبعد ما خلص عيد الميلاد نزلت سعاد شقتها وأخدت أختها معاها. وسعاد قالت: هو الشيخ بتاعك ده اللي لهف مني 10 آلاف جنيه عامل العمل بالغلط؟ ده زي ما يكون بيفرسني زيادة. الواد متعلق بيها أكتر من الأول، ومش عارف يجيب لها ايه ولا ايه. ده صرف عليها هدايا وأكل وفسح، ده غير الدلع والكلام الحلو ليل ونهار. مش عارفة يا سعاد، مرات ابنك دي مش سهل، مفيش حاجة محوقة معاها، لازم نفكر لها في حاجة كده نخلص منها بيه. بصي بقى يا سعاد، البت دي لازم نسرقها. انتي تحطي لها طقم الدهب بتاعك في دولابها، وتخرجي وترقعي بالصوت، وتقولي لابنك انك اتسرقتي، وهو عمره ما هيشك فيكي.
لأنه أخد منك المفتاح بتاع الشقة وهيصدقك. وفعلا استغلت سعاد فرصة إن ابنها حمزة أجازة من الشغل وإن هالة في شغلها، وطلعت وقفت قدام باب شقتها وقالت: يا لهوي، الحقوني يا عالم، الحقوني يا ناس، دهبي اتسرق، تحويشة عمري، حد ينجدني يا عالم. في الوقت ده حمزة اتفزع بسبب صويت سعاد، ونزل يجري على السلم وقال بخوف: في ايه يا ماما، مالك بتصوتي كده ليه؟ دهب ايه اللي اتسرق منك؟ دهبي، تحويشة عمري يا ابني، الحرامية سرقوني وحرقوا قلبي على فلوسي، لازم نبلغ البوليس، واللي سرقني لازم يتحبس، فاهم يا حمزة ولا لأ؟ تقصدي ايه يا ماما؟ ما طبعا اللي سرقك لازم يتحبس، بس انتي بتلمحي لإيه؟ زي ما يكون عارفة مين اللي سرقك، هو انتي بتشكي في حد يا ماما؟ ردت سعاد بغضب وقالت: البيت كله لازم يتفتش ونعرف الدهب ده راح فين. بوابة البيت مقفولة بالقفل والمفتاح، والشبابيك عليها حديد، تقدر تقولي الحرامي دخل منين؟ يعني عاوزة تقولي ايه يا ماما؟ هو مفيش غير انا وهالة وانتي في البيت كله، وباقي العمارة مفيهاش سكان؟ لازم افتش دولاب مراتك، اما تنساش انها منعتني ادخل عندكم وقلبتك عليا، وانا حاسة بقى ان هي اللي اخدت دهبي عشان تغيظني وتحرق قلبي. انا مش مصدق اي حاجة من كلامك ده يا ماما، بس عشان اريحك واثبتلك انك غلط، اتفضلي تعالي نفتش دولاب هالة، وانا متأكد اننا مش هنلاقي حاجة. وفعلا طلعت سعاد وفتشت الدولاب كله، لكن المفاجأة إنها لقت طقم الدهب بتاعها في دولاب هالة، وده خلى حمزة يتصدم صدمة عمره. وفجأة طلع حمزة التليفون من جيبه واتصل بهالة وقال لها بغضب: تقدري تقوليلي يا ست هانم دهب ماما بيعمل ايه في دولابك؟ انتي بتسرقي أمي؟ هي حصلت يا هالة؟ عمري ما كنت أتخيل إن انتي بالذات ممكن تعملي كده. ردت هالة بذهول وقالت: انت بتقول ايه يا حمزة؟ دهب ايه ده؟ انا معرفش اي حاجة عن اللي انت بتقوله، احلف لك بايه؟ انا عمري لا شفت دهب مامتك ولا اعرف حتى شكله ايه. امال ازاي الدهب موجود في دولابك؟ انا مطلعه بايدي من اوضة نومنا، واتصدمت لما شفته، بجد مش مصدق. ردت هالة بثقة وقالت: طيب يا حمزة، انا هثبت لك اني بريئة من التهمة دي، وعندي الدليل كمان. انا هوصل البيت كمان شوية، ساعة واحدة بس وهتعرف الحقيقة. وبعد ساعة وصلت هالة البيت، وحمزة كان قاعد حزين جدا وخايف إن هالة تطلع فعلا سرقت الدهب. لكن هالة كسرت كل التوقعات وخيبت ظن حماتها وقالت: بص يا حمزة، دي مامتك وهي بتفتح باب أوضتي وبتحط الدهب في دولابي عشان تتهمني بالسرقة. أنا ركبت كاميرا في أوضة نومنا من فترة كده لما لاحظت إن مامتك دخلت شقتنا كذا مرة. حمزة وقف مصدوم، مكانش عارف يعمل ايه، وقال بذهول: معقولة أمي تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه تخرب حياتي وتحرمني من مراتي؟ ونزل حمزة زي المجنون على شقة سعاد وقال لها بغضب: انتي ليه عاوزة تفرقي بيني وبين مراتي؟ ليه تحط لها الدهب في دولابها وكمان عاملة نسخة من المفتاح، مفتاح شقتي، من ورايا؟ انتي خسارة فيكي كلمة أم. أنا سايبلك البيت وماشي، ومن بكرة هشوف عربية تنقل العفش كله، وعشان صلة الرحم أنا هاجي أزورك كل جمعة، لكن تبعدي خالص عن مراتي هالة. سعاد انهارت بعد اللي عمله معاها ابنها حمزة، ما كانتش مصدقة إنها خسرته للأبد، وإن هالة مراته كسبته بالحب والمعاملة الطيبة، مش بالدجل والسحر وتلفيق التهم. وبكده تكون خلصت حكاية هالة وحمزة. هالة اللي قدرت تحمي بيتها بذكائها وهدوءها، وحمزة اللي فاق في الوقت المناسب وعرف إن الباطل ما يتسكتش عليه حتى لو كان من أقرب الناس ليه. القصة دي بتعرفنا إن الظلم آخرته وحشة، وإن اللي بيبني سعادته على أذية غيره في الآخر هو اللي بيخسر كل حاجة. حمزة خسر أمه بسبب تصرفاتها، وسعاد خسرت ابنها عشان فكرت في الغيرة قبل الحب. ياريت كل حما تعامل مرات ابنها زي بنتها، وكل زوجة تكون ذكية وتعرف تحافظ على كرامتها وبيتها. لو عجبتكم قصة النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من قصص معيوكة. وقولولنا رأيكم في التعليقات، لو كنتم مكان حمزة كنتم هتعملوا ايه مع أمكم بعد كل اللي عملته؟ أشوفكم في قصة جديدة. سلام.